أن لي أمر كبير اسمه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. فإنني لا أزداد فخرا وشرفا أنني أنتمي إلى وطن خرج منه جمال عبد الناصر الذي ولد في 15 يناير سنة 1918. هذا الزعيم الذي أفضل ما يقال عنه أنه لم يكن رئيسا لدولة، بل كان زعيما لأمة كاملة، زعيما بفكره. كثيرون من الناس يموتون، الجميع يموت، لكن هناك فكرة لا تموت. الفكرة تستمر وتحيا في وجدان الشعوب على مر التاريخ والعصور. عبد الناصر لم يمت بفكرة، بل ظل يحيا في نفوس الأمة العربية بفكره وبقوميته التي بثها في نفوس الجميع من المحيط إلى الخليج. عبد الناصر كان رمزا للحرية، كان رمزا للوطنية، تغنى به الصغار قبل الكبار، وعشقه جموع الناس في كل وطن، لأنه كان يحلم بأمة عربية درع وسيف لهذه الأمة في كل مناطق الأمة العربية. عبد الناصر من حيازه للفقراء، بمجانية التعليم، بالإصلاح الزراعي، برفض الإملاءات البنك الدولي وتأمين قناة السويس، الصمود أمام العدوان الثلاثي، في أشياء كثيرة جدا، احتضانه لثورة التحرير بالقطر العربي في الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي في 1 نوفمبر 54. أشياء كثيرة جدا لا أستطيع أن أحصيها وأعددها لكم، لكن أقول بشيء واحد، أن جمال عبد الناصر سيظل في وجدان الشعب العربي بفكره، لأنه قال للمستعمر له. المستعمر ليس شرطا أن يكون مستعمر من دولة معادية،